صاحبي قال لي هات الاكونت اخش العب بيه شويه، اعطيته الاكونت عادي، فجاه لقيته مخرجني من الكلان ومدخلني كلان تاني. اضغط على الكلان شوف جلوري كم. وهنا كانت الصدمه. جلوريك انت ازيك يا اخوات عاملين ايه؟ مالكش دعوة. رمضان كريم يا جدعان وكل سنه وانتم طيبين. طبعا يا جدعان الناس اللي ما تعرفش ان انا بقرا الكومنتات بصراحه كده، اول ما بنزل الفيديو بخش اشوف الكومنتات. والله يا جدعان كومنتاتكم دي بتديني دافع ان انا انزل كل يوم فيديو كمان. كتروا منها يا جدعان، كتروا منها. طبعا يا جدعان انا نسيت اقول لكم صلوا على النبي وتديني لايك الجميل ده عشان بيساعد في انتشار الفيديو. طبعا انا مش محتاج اقول لك عايزين نوصل 50,000 قبل العيد، ما فضلش غير كام الف يعني، فانت تشترك في القناه كده. طبعا يا جدعان انا طالب منكم طلب صغير خالص، ان النهارده الساعه 10 بتوقيت مصر هفتح لايف على برنامج تروف. كده كده اصلا كل يوم بفتح لايف على تروف الساعه 10. كل اللي عليك انك تعمل لي فولو هناك نوصل 2000 متابع وتخش اللايف بتاعي تمسي عليا. انا عايز اخواتي اللي بيدعموني وفي ظهري يكونوا حاضرين البث ده. طبعا يا جدعان انا كنت فاتح لايف على برنامج تروف وبلعب جيم ران كده عادي في اللايف، فجاه الاقي واحد فوق فاكتوري قاعد بعيد نازل عليا ستريم سنايب زي ما انت شايف كده. يا اسطى ده فوق فاكتوري يا اسطى. خرجت من الجيم يا جدعان وصاحبي قال لي هات الاكونت عشان اخش اشحن لك. قلت تمام عادي، ده صاحبي وعادي. بعد كده قال لي باندا افتح حسابك. ببص على الجواهر لقيتها زي ما هي، امال عمل ايه؟ اتفاجئت بقى هنا ان هو خرجني من الكلان. يقدر فاتح ريكورد حلو. اضغط على الكلان شوف جلوري كم. جلوريك انت. طبعا يا جدعان هنا وقفت وقفه اتصدمت. جلوريك انت. جلوري طبعا اسمع باندا. شوف جلوري الكلام، شوف جلوري الكلام بسرعه. باندا مصدوم الحين. اضغط 5 مليون و150 الف. حلو. اول شيء الكلان جاك كان بيبيعه، الكلان شاريه ب 400 دولار. جاك قال في واحد قال بيشتري 200 دولار. انا بدل ما ابيعه وانا مستخسر فيه وانا ماني بحاجه ل 200 دولار، فسالني قال لي باندا شلون افعل لعبه مستمر كذا، في عنده روح الشغف للكلان كذا. قلت لا باندا صراحه مستمر وحاب وكذا. قال خلاص اجل هذه هديه الباندا للكلان 5 مليون جلوري، خليه يحول جميع الاعضاء. قلت طيب باندا بجمع 14,000 جلوري في الكلان وكذا وما يصير. قال لي يا عمي الجلوري شكل وكذا، وفعلا هو صادق. انا جمعت 70,000 جلوري في كلاني وطلعت من كلاني وجيت عندك يا باندا. فهذا الكلان ان شاء الله مسيره جديده لنا فيه، كل الاعضاء هناك راح ننقلهم هني ونغير اسم الكلان، وهو بنفس الفكره بس غير اسم الكلان والاعضاء كلها تجي هني. طبعا يا جدعان مش عارف انا هنا افرح ولا اعيط. افرح عشان جالي كلان 5 مليون جلوري، ولا عيط عشان انا خرجت من الكلان وانا خسران 14,000 جلوري جمعهم بالعافيه والله. يا دين امي مصدوم. بس مبروك عليك كلان 5 مليون جلوري من جاك. والله من جاك، هذا مو مني انا، من جاك. والله يا قلبي انا يعني بكفيني انه يكونوا ربعي معاك مبسوطين، وهذا اكثر من هيك ما بدي يعني. والله يا جاك انا مش عارف اقول لك ايه. والله بجد مبسوطين يا جعفر. فانت ترى من زمان كان بيشتري كلان يا جاك على فكره، وقلت لك راح يفرح كثير صراحه في الشيء هذا. والله العظيم انا مش مصدق، مش عارف افرح، انا مش مصدق. الله الف مبروك يا بندودي. اخيك سمعت يا اخوي عادي. يا دين امي. يلا الحين لازم تبي تصور فيه مقطع، تبي تسوي فيه اللي تسويه، تبي تروح تبشر لي في الكلان قبل ما تضيف اي حدا اي شيء كيفك، عرفت؟ بس عاد يلا عاد جبنا لك 5 مليون جلوري، عليك تغيير الاسم ب 400 جوهره. روح موت عاد. اي هذا شيء اكيد. ولا كمان مش حله. اي والله. يا جدع على الطريقه مصدق لحد دلوقتي. اصلا خدنا شو في عادي. منو ماسك قياده الكلان هذاك؟ انا راح احفظ القائد الجديد. لا خليك خلاص انا معاك 5 مليون طز فيك. دقولهم الزير سرعه. تعال نشوف رد فعل الناس، تعال نشوف رد فعل الناس. تعال اول ما تبعت تقول لي زراعه اكتب لك يا لهوي. فين الناس هزق بالليل؟ باندا سامعني؟ سامعك. في ايه؟ بتضحك على ايه؟ ولا حاجة ما صدق في الدس. انا هقول لك على حاجه بقول لهم تمام؟ ماشي. اقول لهم باندا هيسيب الكلان وهيروح كلان تاني، والزيرو ماسك قائد الكلان. الزر همسك ايه؟ هيمسك قائد الكلان مكاني وانا رحت كلان تاني. ليه؟ خلاص انا هسيبه بقى فتره. لكن من الكلام ده باندا. اهو خش شوف كده انا فين؟ انا في كلان ثانية مين؟ كده.
احمد يا باندا يا باندا، إيه الكلام ده يا باندا؟ ما هنزعل بهزرش من والله. الكلام ده. ايه؟ مش بهزر. احمد يا باندا. ثانية كده، ثانية اقول له. ثانية خليك معي. زير ما بعتش عليك بان؟ ما بعتش الا ارسلتهم في ايه الواتس. ده ايه ده يا زير، ايه ده يا لا زير؟ مالناش على الواتس. ارسلت إيه ده؟ والله. اه بالظبط. ايه ده؟ تعال تعال نشوف واحد تاني، واحد تاني جه، واحد جه. ايه يا سندان؟ يا بان. ايه يا اسطى عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ، اللي عامل ايه؟ زير كله تمام. هلا. انا يا سندال نينجا قال لك؟ قال لي ايه؟ انا سبت الكلام. الكلام دلوقتي ماسكه الزير. ليه بس يا باندا كده يا اسطى؟ شتمك على فكرة. ايه؟ شتمك. مين ده اللي اشتمني؟ سلطة. ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ ازاي؟ تعالى كده تعالى. فين سلطة؟ تعالى. ايه يا سلطة؟ سبت الكلال ليه؟ سبت الكلال ليه؟ ما والله صاحبي كان عايزني في الكلام ده، قال عشان نكبره وكده، فقلت يلا. طب ما تكبر ليه بس يا باندا؟ هو 5 مليون، هيكبر اكتر من كده. عادي بقى يا اسطى، ندخل اعضاء جديدة عنده ونيجي عندنا كان تاني عادي ان شاء الله، بس بعدها بفترة بقى، شكلي هطول انت هنا. كده يا باندا، انت كده يا باندا بتنزل من نظرنا يا اسطى. ليه يا اسطى؟ ليه يا اسطى تروح كلام تاني؟ احنا فين؟ احنا مالنا يا اسطى بالكلام تقول لك التاني؟ كثير يقول لك مش عايزني يعني ولا ايه؟ يعني انت اللي بينا كلام يا اسطى ولا ايه؟ لا يا صاحبي. بعدين يعني هو الزير قليل ولا ايه يا اسطى؟ الزير ماسك الكلام برضه. ده الزير اخويا ده. يا باندا مش الكلام ده بتاع اللي اسمه جاك؟ اه بتاع جاك. سلطة ايه والله قلت كده 3000 مرة. سامعني؟ ايه انا هسيب الكلام فترة يا سلطة تمام؟ تسيبه ازاي يعني؟ انا تطلع طلعت معاك في الديت؟ منه. الزير ماسكه، الزير ماسكه. الزير ولا يمسكه، انا طلعت منه رحت كلام تاني. مش دي تاني يعني؟ سلطة حشكور. هقعد فترة هناك بقى. فترة ازاي يعني؟ هقعد فترة في كلام تاني. يعني فترة، يعني فترة من الزمن، اما ايام او اسابيع او شهور او سنة. فترة يعني في أو ما قرون. تعرف فترة يعني. بص يا اسئلة يمكن قرن. غبية. هي مش حبيبي انا القائد الجديد لو سمحت، من اليوم رايح تتكلم معي عدل. سامع ولا لا؟ لا اله الا الله. اكثر ما فيها اقل ما فيها طرد. قول ليه؟ هقضيه. براحتك، عايز يطلع يطلع، بس لو فترة الكلام هيبوظ وبراحتك. لا يا عم مش هيبوظ يا عم، معاك سؤال- الزير سؤال يا عم، سلطة كان هيبوظ بيحزن. الزير. بس هي فترة طويلة، كل العيال هتتبضن وهتخرج وهتشوف. لا تخاف، عيب عليك، معاك الزير. يا عم براحتك، عايز تطلع براحتك اللي انت شايف. معاك الزير، عيب عليك. اهم حاجة تكون شايف اللي انت بتعمله ده صح وهتستفيد. ايوه ايوه صح، ايوه صح، مالكش دعوة. ديسكونكت يا زين. يا حبيبي لا تخليني اسرق السيرفر الحين. جيب اجلك. قلت هذه واعطيك كيك على طول. عاش عليك. ايه دير بالك، خليك مؤدب. عاش عليك. وطبعا يا جدعان اللي عايز يخش الكلان يخش يكلمنا على الانستجرام، لينك الانستجرام في البايو، او تقدر تبحث عنه وتكتب باندا شرطة FF93. واللي هيجي يسألني ايه هي شروط الكلان ابعت لي رسالة على الانستجرام وانا اقول لك ايه الشروط. يلا سلام.